من أكبر الجرائم في أسيوط. أقدر أقولك كمان إن الجريمة دي من أكبر الجرائم في مصر كلها. قصة النهاردة صعبة جدا، أنا وأنا بكتبها ما استوعبتش تفاصيلها. جريمتنا النهاردة بعنوان القربان. الفيديو بتاع النهاردة عايزك تبقى قاعد في حتة هادية ورايقة، لأن هنعيش مغامرة مع الجريمة مختلفة واستثنائية. إن شاء الله يكون الفيديو ممتع. ما تنساش تعمل لايك واشتراك، ويلا بينا نبدأ قصتنا. بتدور الأحداث سنة 2021 في مصر، وبالتحديد في أسيوط. في يوم من الأيام، وبالتحديد كانت الساعة 10 الصبح، الناس كانت رايحة واللي رايح شغله رايح، وكل واحد في حاله والأمور كلها تمام وزي الفل. في الأثناء دي كان في راجل رايح الشغل بالمكنة بتاعته، فالراجل بيبص على الترعة اللي جنبه، لقى زبالة متكومة بشكل غريب، ومن ضمن الزبالة دي لقى كيس اسود خارج منه دم. فالراجل الفضول خده وبدأ ان هو يقرب من الكيس علشان يشوف فيه ايه، وفعلا الراجل اول ما بص للكيس من قريب انصدم صدمة عمره. لقى موجود في الكيس رجل بشرية. الراجل على طول فضل يصرخ وينده على الاهالي، وفعلا الاهالي اتلموا، ولكن محدش من الاهالي قدر ان هو يقرب من الكيس ولا حتى يبص فيه، وعلشان كده بلغوا الشرطة. وفعلا الشرطة وصلت، وكان معهم الطب الشرعي، وراحوا جايين نازلين للترعة وطلعوا الكيس، ويتفاجأ رجال الشرطة والطب الشرعي ان قدامهم جذع بشري، يعني النص التحتاني بتاع الانسان، الرجلين من تحت يعني. المنظر كان مخيف ومرعب، لكن اللي كانوا واقفين حتى رجال الشرطة والطب الشرعي انصدموا من اللي قدامهم. على طول الشرطة خدوا الجزء ده وبعتوه للمشرحة، وللعلم النص اللي هم لقوه ده وبعتوه للمشرحة كان لشاب. الشرطة على طول أمروا رجال الإنقاذ والغواصين إنهم يمشطوا الترعة ويدوروا فيها تاني، وده على أمل إنهم يلاقوا النص التاني علشان يعرفوا مين الشخص ده. وبالفعل بدأت الأجهزة الأمنية والغواصين إنهم يبحثوا عن النص التاني، وفي الأثناء دي أسيوط كلها كانت مقلوبة بالكامل على الجريمة دي. على الجانب التاني زي ما قلتلك إن الشرطة بعتت الجزء اللي لقوه للمشرحة، وده علشان يعرفوا أي معلومة مين هو صاحب الجثة دي، ولكن للأسف المشرحة ما قدرتش إنها تتوصل لأي معلومة. فالشرطة توجهوا للقرية اللي لقوا فيها الجذع ده، وبدأ إنهم يسألوا الأهالي: حد تايه منكم؟ يمكن يكون الشخص اللي تايه أو اللي ضايع ده اللي الشرطة لقت جذعه في الترعة، ولكن ولا واحد في القرية كان تايه أو ضايع. ده كمان لما الشرطة راحت لقسم البلاغات اللي في القرية ما لقيتش ولا بلاغ اختفاء متقدم. الشرطة وصلت لحيطة سد، مفيش ولا خيط في القضية دي لحد ما جه المفتاح. الغواصين زي ما احنا عارفين كانوا بيدوروا في الترعة وأي مصدر مية كان موجود في الدايرة دي، وبالفعل بعد يوم كامل من التدوير قدروا انهم يوصلوا للنص التاني اللي هو النص اللي فوق، ولقوه في كيس اسود في وسط كوم زبالة موجود في نفس الترعة، ولكن الكيس كان بعيد لأن المية جرفته. على طول الغواصين طلعوا الكيس والجزء ده وغطوه بشاش أبيض وبلغوا الشرطة. الشرطة في الأثناء دي فرحوا جدا، وده لأنهم هيقدروا يعرفوا مين صاحب الجثة دي. وبالفعل وصلت الشرطة عند الغواصين وكشفوا الشاش عن الجثة، وينصدم رجال الشرطة باللي قدامهم، ويرجعوا لنقطة الصفر من تاني. اللي كان قدامهم فعلا النص اللي فوق والنص التاني، ولكن رجال الشرطة في اللحظة دي كانوا في حالة ذهول وصمت. حتى المحققين اللي كانوا واقفين مصدومين من اللي قدامهم. ايه الجريمة دي؟ وايه الوحشية اللي توصل بيها واحد ان هو يعمل كده؟ ما عداش عليهم حاجة شبه كده خالص. ايه ده، احنا قدام جريمة واللي مرتكبها شخص ما عندوش رحمة وذكي جدا، انه يقطع الجثة ل3 اجزاء ويفصل كل جزء بعيد عن التاني، وكمان يفصل الراس، فده شخص ما عندوش رحمة. بعد ما كانت الشرطة مبسوطة انهم هيقدروا يعرفوا هوية الجذع ده، رجعوا تاني لنقطة الصفر، ولكن المحققين امروا رجال الانقاذ انهم يبحثوا تاني في الترعة وبسرعة، وده لانهم هيلاقوا فعلا الراس. وفعلا ما عداش وقت طويل والغواصين طلعوا كيس اسمر تاني كان جواه راس الجثة، وللأسف الراس كانت لشاب لسه صغير. على طول خدت الأجزاء دي كلها وبعتتها للمشرحة، وبكده نقدر نقول إن الجثة اكتملت. الشرطة على طول راحوا جايين مصورين الجثة بالكامل وبالأخص الراس، وده علشان يبينوا ملامح الجثة. وطلعت الشرطة على طول لأكبر مركز هناك، وهو مركز ديروت، ودخلوا على طول يقلبوا في كل بلاغات الاختفاء اللي متقدمة في المركز ده. وبالفعل لقوا بلاغ متقدم بمواصفات شاب بنفس المواصفات اللي هم لقوها.
تواصلوا مع أهل البلاغ أو اللي مقدمين بلاغ الاختفاء ده، وقالوا لهم تعالوا يمكن يكون الشخص ده ابنكم اللي انتوا بتدوروا عليه. ولما أهل البلاغ جم ودخلوا المشرحة وشافوا الجثة، أكدوا فعلا إن ده ابنهم، وبدأوا يصرخوا ويصوتوا في مشهد محزن جدا. على طول الشرطة قعدوا معاهم وبدأوا التحقيق. صاحب الجثة شاب اسمه أحمد وعنده 28 سنة، وكان ساكن في قرية جنب القرية اللي لقوا فيها الجثة. سريعا كده خلينا أعرفك على أحمد. أحمد زي ما أنا قلتلك شاب عنده 28 سنة، كان معروف في القرية بتاعته إنه شاب محترم وجدع. لما كان أحمد عنده 23 سنة سافر للقاهرة، وده علشان يتعلم صنعة هناك ويعتمد على نفسه. وبالفعل لما سافر القاهرة اتعلم صنعة السباكة وأتقن فعلا الصنعة دي، وبقى بيجيب منها فلوس كويسة. وقدر إن هو يجمع مبلغ محترم واشترى بيه عربية صغيرة كده نوعها سوزوكي. لما جاب العربية دي على طول رجع لأسيوط وسط أهل قريته، وبدأ يشتغل على العربية اللي جابها هناك. وكان معروف عن أحمد إنه بيساعد أهل قريته في أي حاجة، لأنه لما سافر القاهرة زي ما أنا قلتلك طبعا اكتسب هناك خبرة السباكة وكمان صناعات صغيرة كده، فما كانش بيبخل عليهم بأي حاجة. كان بيساعد أهل القرية لوجه الله. كده أنا وإنت تعرفنا على أحمد. أهل أحمد لما كانوا قاعدين في المشرحة عمالين يعيطوا ويصوتوا، الشرطة سألتهم هو مختفي بقاله قد إيه. ردوا على الشرطة وقالوا لهم إنه مختفي بقاله 4 أيام. فالشرطة سألتهم انتوا شاكين في حد؟ هل ليكم خلافات مع حد؟ ردوا على الشرطة وقالوا لهم احنا غلابة وملناش أي عداوة مع أي حد. فالشرطة على طول نزلوا لقرية أحمد وبدأوا إنهم يسألوا الأهالي. أهل القرية قالوا للشرطة أكتر واحد كان بيمشي مع أحمد هو ابن عمه، واللي كان اسمه أدهم أحمد. وأدهم وأحمد كانوا يعتبر إخوات متربين مع بعض. فروحوا اسألوا أدهم، هو عارف كل حاجة عن أحمد. فالشرطة راحوا لأدهم وبدأوا إنهم يستجوبوه. أدهم قال للشرطة أيوة أنا كنت مع أحمد في اليوم اللي هو اختفى فيه. هو فعلا كان عندنا هنا في البيت علشان يصلح لنا الغسالة، ولكن جات له مكالمة وخرج. وبعد المكالمة دي ما شفناش أحمد تاني خالص، وخرجنا الساعة 2 بالليل علشان ندور عليه. وكان أهالي القرية معانا، فالشرطة سابت أدهم وكملوا استجواب مع أهل القرية. وأهل القرية قالوا تفصيلة صغيرة غيرت كل أحداث القضية. أهالي القرية قالوا للشرطة إن بعد اختفاء أحمد بيومين لقينا مرات عمه اللي هي أم أدهم كانت خارجة من بيتها وكان معاها شنطة سفر، وكانت مسافرة في عربية ملاكي. فسألناها انت رايحة فين؟ قالت لهم أنا نازلة القاهرة علشان تكشف على رجليها. طب انت هتسافر ازاي في وقت زي ده وفي محنة زي دي؟ الشرطة على طول أول لما سمعت المعلومة دي من أهل القرية أدركوا إن بيت أدهم ده وراه حاجة، وفورا الشرطة طلعت تصريح بتفتيش منزل عم أحمد اللي هو والد أدهم. الشرطة أول ما دخلوا البيت انصدموا من المنظر اللي قدامهم. لقوا إن كل حيطان البيت مطبعة بأيادي دم، وأنا بقولك كل حيطان البيت بلا استثناء. ولما دخلوا غرفة معينة في البيت لقوا فيها حفرة عمقها 15 متر. ده أبو أدهم شكله كان بيدور على آثار. فورا الشرطة قبضوا على أبو أدهم واعترف بكل حاجة. ركز معايا بقى. أبو أدهم بيقول للشرطة إن فعلا أنا وأسرتي كنا بندور على آثار، وجبنا فعلا دجال وأكد لينا إن تحت بيتنا آثار، بس قال لنا إن الآثار دي مش هتطلع لأن الجن اللي حارسها طالب دم زفر، دم إنسان. ومش أي إنسان، مش أي بشري عادي كده، ده يكون شخص معين بمواصفات معينة، يكون شاب أول فرحة أمه وأبوه، يكون سنه في العشرينات، وكمان مش متجوز وطويل وسمعته كويسة ومشهور بين الناس إنه طيب. فأبو أدهم بيقول أنا لما سمعت كل المواصفات دي ما كانش قدامي غير ابن أخوي أحمد. فأبو أدهم بيقول أنا لما سمعت كل المواصفات دي ما كانش قدامي غير ابن أخوي أحمد، فخليت أحمد استدرجه وجبناه البيت وخلصنا عليه. وأدهم صاحبه وأخوه هو اللي عمل في كده. أدهم ابن عمه اللي متربين مع بعض هو اللي عمل كده في صاحب عمره. بيكمل أبو أدهم وبيقول إن بعد ما خلصنا جريمتنا الدجال كان موجود معانا، حط إيده على الدم وبدأ إن هو يطبع على حيطان البيت. وعلشان نخرج الجثة بتاعت أحمد ونتخلص منها، مراتي اقترحت عليا إن احنا نعمل في كده، يعني مرات عم أحمد
هي اللي اقترحت الاقتراح القذر ده. بعد الجريمة البشعة دي اتحكم على أدهم وأبوه والست وكل اللي كانوا مشاركين في العملية دي بالإعدام. طبعا يستاهلوا أكتر من كده. أنا مش عايز أفاجئكم، ولكن أنا مؤمن بوجود الجن عادي يعني، لأن الجن أصلا مذكور في القرآن، ولكن حتة القربان دي ايه التخلف ده؟ أتمنى يكون الفيديو مفيد وتوعوي، واستنى الفيديو اللي جاي، وما تنسيش تعملوا لايك واشتراك وتقول رأيك في الكومنتات على الجريمة دي. وبس كده، والسلام عليكم.